هلو هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما هنبتدي على شابتر 2، احب ان احنا نحل اسئله الوزاره بتاعه شابتر 1 اللي موجوده في معاصر السنه دي. ميلي هي مش بتبقى كلها، يعني تقريبا هو وصل لحد 23، بس عادي عشان تشوف تابلاي الحاجات اللي انت خدتها موجوده ولا لا، ولو عندك مشاكل وتشوف الدنيا بتمشي ازاي كنوع من انواع الطمانينه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للتشانل عشان احنا نقدر نكمل، وكمان كومنت، ولو عندك اي اسئلة تقدر انت تسألنا في الواتساب جروب او تسألنا على الكومنتس واحنا هنرد عليك بإذن الله. يلا نبتدي. بفضل طبعا ان احنا نحل الاول قبل احنا ما نتفرج، بحيث ان احنا ندي نفسنا فرصة الاول قبل ما يبقى عندنا اسئلة وكده. بيقول أول سؤال: in an experiment to illustrate a relation between the amount of water absorbed by the plant from the soil and the lost amount during transpiration process in different times of day. The results were shown in the table. التيبل اللي عندي ده أنا عاملة فيه تجربة على أساس الابزوربد ووتر، المية اللي أنا قدرت إن أنا أشربها من السويل، والمية اللي أنا فقدتها أكيد عن طريق الإيه، الترانسبيريشن. حلو قوي. البيجيننج اوف الاكسبيرمنت ان انا عملت ابسوربشن ل 25 سنتيمتر كيوبيك، واللوست كمان كان 25، يبقى انا كده توتال لوست. حلو. افتر 3 hours كان برضو 25، وهنا ايه 40. اوه، يبقى هنا ده هنا بقى ايه لوس الفسيولوجيكال سبورت. تمام. حلو. طب بعد 9 ساعات 25، وكان اللوست 35، ابتديت اقل شوية. بعد 12 ساعة كان 25، بعد كده اللوست بقى 20. 20 هنا أنا ابتديت أجين. ليه؟ لأن اللوست عندي بقى أقل من الأبسوربت، فمعنى كده إن أنا قدرت إن أنا أحافظ على الفسيولوجيكال سبورت بتاعي. حلو. ايه السؤال بقى؟ what is the reason for the changes occurred during the experiment؟ ايه الاسباب عشان التغير اللي حصل لكده؟ هل بيقول a change in structure support؟ هي ايه علاقة structure support بالphysiological support؟ مستحيل. The plant will be subjected to permanent wilting after 9 hours from beginning of experiment. permanent؟ لا طبعا. ليه؟ لان انا رجعت تاني. فانا رجعت تاني يبقى كان ايه temporary wilting، ما كانش permanent. طب الفسيولوجيكال سبورت isn't affected during الاكسبيرمنت. الفسيولوجيكال سبورت مش بيتأثر أثناء عملية الاكسبيرمنت. ازاي؟ ما هو حسب، ما هو اتأثر حضرتك، ما هو عمال يتأثر كلها. دي مش هتنفع. The plant regains its physiological support after 12 hours from the beginning of the experiment. ده حصل ان فعلا عند الساعة ال 12 كان ان انا خلاص عملت جين الفسيولوجيكال سبورت بتاعي. يبقى انا اقرا كويس السؤال بتاعي، اشوف لو في فيجر او تيبل معايا، بعد كده اخر حاجه ابص على الاجابات. ما ينفعش اجري زي الحمار كده سوري على الاجابات من غير ما اشوف الاسئله فوق عامله ازاي. هعرف منين؟ هجيب اسئله وعادي ان انا اقرا كلها وما اعرفش حاجه وبعد كده اقرا تاني وابتدي اجمع ايه؟ يعني ما انا عندي وقت في الاكزام. بعد كده بيقول study the opposite table which shows the amount of energy اللي هي ال ATP that is required for a normal contraction of four different muscles. What is the muscle which contains largest amount of motor unit؟ انهي muscle عندها اكبر motor unit؟ ها، اكيد اللي هتكون عندي اللي واخده amount of energy عاليه جدا، اعلى واحده فيهم اللي هو ايه 3800، يبقى هي رقم 2. مش محتاجة. بعد كده بيقول which of the following graphs represent the growth of both sides of a tendril if it touches an external support. حلو. external support هنا يبقى أنا عندي التاتشد ده هيكون الأوكسنز فيه قليلة، والuntouched اللي هو الأواي from السبورت ده هيكون الأوكسنز فيه عالية. حلو. بيقول لك before touching السبورت و after touching السبورت. هايل. هنا اللون ده الانتاتشد الجروث ريت بتاعه اعلى. طب ما دي صح، مش هو هنا ستيم؟ تمام. وافتر تاتشنج اللي هو الازرق ده الاوكسجين فيه قليله. طب ما دي صح. نيجي نكمل. ما نكمل. بيقول هنا كونستانت، اكيد لا، مفيش حاجه تكون في كونستانت. حلو. طب ودي هنا عاكس، قال الانتاتشد هيكون سوري التاتشد هيعلى خالص في جروث ريت وهيقل خالص في
الايه الانتاتشد بارت. لا دي مش كده، دي مش صح، ده الكلام ده مش في الستم. حلو قوي السؤال ده، وعامل قلبان كل سنة، بيعمل قلبان معرفش ليه. بيقول in aerobic respiration of the skeletal muscle the amount of energy produced from the hydrolysis of one glucose equal 38 ATP. حلو قوي، يبقى واحد جلوكوز هيديني 38 ATP، ما معروفة، ده في الايه في الايروبيك. ماشي. طب وبعد كده بيقول while الانيروبيك respiration one glucose molecule produce 2 ATP. حلو، ال1 جلوكوز هيديني 1 ATP، وده ايه؟ anaerobic. and 2 molecules of lactic acid، كمان 2 molecules of ايه lactic acid. the opposite graph shows the amount of ATP والlactic acid. باين، يبقى هنا في fatigue that are produced during the activity of skeletal muscle. What is the ratio between the amount of glucose consumed by the muscle during its normal activity compared to الفاتيج؟ يبقى احنا عايزين normal على الفاتيج. هايل. لما جه نموذج الوزارة نزلها أول ما نزل كان هنا مكتوبة 76. حلو. انا هنا عندي الواحد انا هنا معرفش الجلوكوز كام عشان دي 76. ماشي. فانا هنا انا مش عارف الجلوكوز هنا كام، بس اللي انا عارفه ان انا عندي هنا ايه، برافو 76 اي تي بي. هايل. لو جينا حطيناهم على بعض 76 في واحد على 38، يبقى كده هيديني كام جلوكوز؟ after checking الكالكوليتر هلاقي ان هو كام؟ 2. حلو. بعد كده ده في الايه في الايروبيك اهي. طب والفاتيج اللي هو الانيروبيك، برضو انا مش عارفه الجلوكوز كام لان ده بدور عليه اصلا، و برضو 76 اي تي بي. ها هيكون كام جلوكوز هنا؟ هيكون 76. هايل. بعد كده هنعمل ايه؟ ده كده الجلوكوز هنا وده الجلوكوز هنا. ماشي. هو عايز النورمال قبل الايه، وهنا 76، يبقى هنا هتكون كام؟ برضو هتشكل الكالكوليتور. سوري، هنا انا نقلتها غلط، هنا 2 اي تي بي. ماشي. فطبيعي ان هو 76 على 2 هيدينا كام؟ 38. فيبقى ايه 38 اهي، 2 على 38 يبقى كام؟ يبقى 1 على 19. بس هتبقى سي. سهلة جدا جدا جدا، محتاجة بس تركيز. بعد كده بيقول the opposite figure shows a joint in a human body. What is the structure that is responsible for determining the movement direction in this joint؟ أنهي واحد من دول responsible في direction؟ without talking determine the direction. يبقى مين؟ I'm searching for ligament. مين الليجامنت هنا حضرتك؟ رقم 3، لأن هنا دي ايه؟ دي الفابيلا، ودي هنا ايه؟ دي هنا المصل تندون، وده هنا ايه؟ بون وبون ليجامنت. يبقى هي تبقى ايه؟ رقم 3. بعد كده بيقولك all or none law is a law that controls the muscle contraction. عندنا قانون اسمه all or none which means that the muscle doesn't contract unless the stimulus is sufficient to contract. يبقى ايه؟ العضلة عندي مش هتنقبض الا لو هي عندها stimulus enough ان هو يخليها contract. بمعنى ان انا مثلا عندي 1 stimulus، درجة بتاعت 1 فولت مثلا، 2 3، كل دول ممكن يكونوا مش كافيين يعملوا contract، ممكن من اول 5 يبتدي الكونتراكت يشتغل. حلو حلو. so that المسل contract with its maximum strength if two identical muscles are exposed to stimulus which are sufficient to stimulate them. الستيمولاي الاثنين كان قادر ان هما يخليهم يحصل لهم contraction but الفيرست ستيمولاي is double السترينث بتاع السكند. what is the result في وجهة نظرك؟ هنبتدي نقرا واحد واحد. the muscle first muscle هما الاثنين
الاتنين كده كده هيحصل لهم contraction. يعني دي حاجة أساسية. ليه؟ لأن أنا عندي sufficient إيه؟ برافو، sufficient stimulus. The first muscle contract. أول muscle هيحصل لها contract. But the second doesn't contract. لا طبعا دي كده غلط. The first muscle contract will be contraction يعني will be double ال second muscle. ولا ال second هو اللي هيبقى double. ولا contraction of the two muscles will be the same. هي according to the law هو فعلا الاتنين هيكونوا the same. ليه؟ لأن الستيمولس عندي سواء دبل أو مش دبل، ما دام أنا ابتديت للبداية هيفضل كله نفس الإيه السترينث، ما عنديش فيها مشكلة. سواء بقى ستيمولس عالي ستيمولس واطي، ما دام هو عمل الستيمولس وخلاه إن هما يشتغل، فهي بالنسبة لي واحد. سواء بقى عليته ما عليتوش، هيبقى إيه الريتم كله هيكون واحد، مفيش مشكلة. بعد كده 7 بيقولك study the opposite graph that illustrate the speed بتاع ال growth of two sides of a tendril of a climbing plant. Then determine what can you deduce from the graph. ايه deduction بتاع الجراف؟ اولا خلينا منطقيين. التندرل عندي القريب الاوكسنز بتاعته ايه؟ بتكون قليلة، والبعيد الاوكس بتاعته تكون عالية. لازم ابقى عارفة. ايه بيقول ايه؟ قل، وبي برضو كان بيقل لحد ما السبيد اوف جروث خالص. هو اصلا ال ال التندرل ده لقى سبورت؟ انا ده ملقاش سبورت خالص، ده ماتوا الاتنين، ماتوا اصلا. وكان من الاول عمال يقل، يعني عمره ما زاد الجروث بتاعه خالص. يعني مش واحد يعني امتى اقول ان هو مسك؟ هلاقي مثلا الجزء الاولي في سبيد اوف جروث، في جروث، اما هنا ما فيش جروث من ساعه ما ابتدينا. فده هنا ايه؟ بيموت. يبقى هما لقى سبورت. ده تندرل didn't find a support للاسف، هي دي الحقيقه. تمام. تندرل ستيج سيرشنج كان ممكن الاقي فيه، مش على طول انا عماله اقل من اول ما ابتديت. التندرل توينز around the support لا، هيبقى احنا عارفين الجراف ده. vertically upward لا برضه، هو خلاص مات اصلا over time. بعد كده بيقول if the structure X and Y have the same type of tissue. X هو يعني مثلا الاتنين الاتنين بون، بس طبعا بما انه هنا قصده يبقى ده بون وده بون. and the structure Z connect between them. What does L refer to؟ حلو قوي. انا بالنسبه لي ال هتكون يعني كونكت من على الجنب كده، ده اكيد ده ايه؟ ليجامنت. حلو. يبقى ال دي عندي ايه؟ لا جوينت لا كارتلج. بس هو قصده يعني، بس هي في الحته دي مش لازم يكون في كارتلج عشان ما يحصلش كروجن وان والجوينت بتاعتي ما تتاكلش، دي حقيقه. فاذا التندون مستحيل، الماسل والليجامنت مستحيل، ما هو ده مش غير الجوينت، صح؟ بعد كده بيقول 9 the opposite figure represents a neuromuscular junction اللي هو بيسموه السينابس. study it then answer what is which of the following shows the role of الكالسيوم ions. خلينا نبتدي حبة حبة. مفروض ان الكالسيوم ايونز اول ما بيجي هنا نيرف امبلس، الكالسيوم ايونز بتدخل جوه، تمام، وبعد كده بترابتشر الايه؟ السينابتيك فيزيكلز، تطلع لي الاسيتايل كولين. فالاسيتايل كولين يجي هنا يمسك في الريسبتور بتاعه، فيحصل ايه؟ ماسل كونتراكشن. بلس ان هي بتساعد هنا ان هي بتيجي ناحيه الاكتين وتقعد عشان الترانسفيرس لينكس تمسك فيها. فاذا هي شاركتني في ايه؟ بالظبط شاركتني هنا في 1 لانها دخلت هنا، دي حقيقه، وشاركتني في التانية في الكونتراكشن شخصيا. يبقى هي 1 و4، صح؟ يعني مش ما ينفعش اقول 1 بس ولا 4 بس، لان without كالسيوم في عندي في عشان الرابتشر بتاع سينابتيك فيزيكلز مش هيحصل. without كالسيوم في المسل فايبر، دي مشكله كبيره، يبقى انا برضو مش هيعمل كونتراكشن. ATP وكالسيوم. بعد كده بيقول study the following graph that illustrate the change in the length of الجاسترونيمس muscle. السمانة بتاعتي التشينج بتاعها during walking for the same person. برضو نفس الراجل بيمشي، بس احنا بنقارن ما بين مشيتينهم. where A and B express two different cases of الجاسترونيمس muscle. اللينس بتاعي هنا بتاع المسل، وهنا عندي time. case 1 بيبقى عندي هنا
ماشي، اوسع، مور نورمال عن الاي والبي، او دبل مثلا ديستنس او اللينس بتاعها دبل البي. هايل. ده اللي انا شايفاه من الجراف. لينس اوف المصل كمان الديستنس هتفرق معايا. بعد كده بيقول what could be expected in terms of the distance. انا هنا بدور على distance that will be covered by the person. بيقول ال distance في two cases are equal. لا، مش باين كده خالص. ال distance A greater than B. باين هنا ان هي bigger than ال B. ال length of المصل باين. تمام. طب ال distance of ال smaller لا، there is no relation between the change في ال gastrocnemius length وال distance. لا، اكيد هيبقى فيه change، ومشيتي هتفرق طبعا معايا. بعد كده بيقول what is meant by in the functional unit of one of the muscles that is composed of 75 structural unit. الموتور يونت، هي خلاص قلتها. functional unit هو الايه؟ الموتور يونت. هايل. طب والستراكشرال يونت، الستراكشر بتاعي هي الماسل فايبر. فبيقول ان الموتور يونت بتاعتي one of the muscle عندها 75 ماسل فايبر. فبيقول ان الموتور نيرف فايبر سبلاي 75 ماسل فايبر، ولا الموتور يونت از كومبوزد من 5 ل 75 ماسل فايبر. هو ما جابش حوار الخمسة ده، هو قال ان هو من 75. ماشي. بعد كده بيقول there are 75 motor nerve supply. لا طبعا هو ما قالش كده. النيرف الواحد اصلا بيسبلاي من 5 ل 100. تمام، ده الواحد بس. فعشان كده هنا عندي الموتور نيرف فايبر سبلايز 75. طب ما ده اللي حصل، الواحد بس. ده within الرينج ده، فدي تمام معايا. بعد كده بيقول لك النمبر اوف التيرمينال ايبولايزيشن اللي هي الحته دي. ماشي. that supply a structural unit is 75. لا، لا خالص. تمام. مش دي. بعد كده بيقول which of the following indicates the occurrence of fatigue in one of the skeletal muscle. امتى اقول المصل اللي قدامي دي is fatigued وتعبانه ومش قادره؟ هقول ان في هنا عندي rapid consumption of الجلايكوجين stored in the muscle. محتاج اكمل؟ لا طبعا، لان هنا الستورد جلوكوز عندي هو الجلايكوجين. الجلوكوز اللي متخزن عندي في الماسلز هو اصلا الجلايكوجين. طب انا ايه اللي بيحصل؟ ان انا لما الاكسجين عندي بيقل، بيحصل ان انا بدخل على الانيروبيك ريسبيريشن، فبيروح ياخد الستورد جلوكوز اللي متخزن جوه الماسل. ما هو مش عارف ياخد من بره عن طريق البلد، فياخد من جوه الماسل شخصيا الستورد جلوكوز. وبعد كده هيحصل له طبعا بريك داون، وممكن يبقى ايه without oxygen، فانيروبيك ريسبيريشن، فهيحصل ان رابid كونسامشن ليها ويتحول لايه؟ طبعا يكون لي لاكتيك اسيد. دي. طب decreasing ال consumption of glucose in the blood، هو اصلا مش عارف يجيله، عشان كده هو فتيج. rapid oxidation of lactic. لا، rapid oxidation هنا لا. rapid oxidation هنا يبقى انا ايه؟ covered from fatigue. انا خلاص كده خفيت. طب increase the amount of ال ATP formed inside the muscle، ده يا ريت، بس لا. بعد كده بيقول if a person keeps his balance during sudden stopping of a metro، يعني فضل واقف في مكانه ووقع على حد ولا مبوظ الدنيا في المترو. what is the responsible for what is responsible for the stability of this person؟ مين المسؤول عن الاستابيليتي دي؟ الجاسترونيميس ماسل بتاعتك، سمنتك يا بيه. يبقى السموث ماسلز كونتراكشن لا، كاردياك ماسل ريلاكسيشن اكيد لا، سموث ماسل ريلاكسيشن اكيد لا. يبقى الفولانتري ماسل كونتراكشن اللي هي السكيليتال ماسل بتاعتك، اللي هي الجاسترونيمس ماسل اللي هي السمانه، عشان تعرف تقف. بعد كده بيقول 14 study the following graph that illustrate the strengths of two types of support. عندي two types of support in plants A and plant B. السترينث اوف السبورت بتاعك ان سبورت A زي ما انت شايف كده ان هو ايه؟ نازل طالع نازل طالع according للميه، فيبقى ايه ده؟ يبقى ايه ده؟ فيسيولوجيكال اكيد، لانه مش ثابت، temporary. طب وايه الثابت ده؟ النورمال ده اكيد ده مين؟ ده الايه؟ الستراكشرال سبورت. بيقول لك what is the difference between two supports A و B؟ ايه الفرق ما بين ايه السبورت بتاع A و B؟ support A deals with cell wall. support A
طب ما دي حقيقة. ماشي. بس دي حقيقة. بس بي هل هو يعني مش بيديل مع السيل وول؟ طب ما بيديل طبعا، ما انا ممكن يحصل له ديبوزيشن فيها، وهنا هو عايز الديفرنس ايه بالذات، فلا. حلو. structural سوري support A provide hardness and protection، مستحيل. support A is a temporary و support B is a permanent. دي صح، دي إجابة مباشرة فعلا. طب support A depend on deposition، مستحيل من غير ما أكمل. while B water، لا طبعا. ماشي. بعد كده بيقول a person suffers from acute pain، يعني ألم مزمن، أو سوري ألم حاد مرة واحدة in lumbar vertebrae region، في منطقة اللمبر كده، اللي هي منطقة الظهر كده، في الابdominal cavity من ورا، which affect nerves that control lower limb. يعني اي مشكله عندي في اللمبر هتأفكت النيرف، الاعصاب اللي معموله في اللور limbs بتاعتك، يعني ممكن يكون في مشكله في الحركه او ماسك حاجه او كده. which of the following describe the case of this person؟ أي واحدة من دول بيقول لك مشكلة الراجل ده. shortage of synovial fluid among الvertebra، هل هي ممكن تعمل لك كده؟ ولا absence of posterior articulating process، shortage of الكالسيوم، ولا corrosion؟ طبعا الاكيوت بين ده اللهم احفظنا هو تآكل الغضاريف بتاعتك، اتاكلت. فايه اللي حصل؟ انت عامل، انا محطوطه الغضاريف دي او الكارتج عندي محطوطه اكت از كاشن، يعني كانها مخده، فمع الاحتكاك ما بيحصلش حاجه. بس هي لو اتاكلت ايه اللي هيحك؟ العظم. فهيبقى بين رهيب، وجع يعني اللهم احفظنا. فعشان كده corrosion او erosion of الكارتلج among اللمبر vertebra، لا ده مهم جدا، وده اللي عامل المشكله دي. تمام. بعد كده بيقول لك the following figure illustrate الستراكشر بتاع الساركومير in skeletal muscle. ده الستراكشر بتاع الساركومير جوه skeletal muscle. هايل. بيبقى عندي زي هو مشاور على الاكتين، ومشاور هنا على الميوسين او الترانسفيرس لينكس، وهنعرف تحت. بس بما انه قايل structure similarity between 1 و2، يبقى هنا ممكن يكون قصده ايه؟ مايوسين. خليك برضو ذكي ان انت تقعد تجمع ده وده وده وده. بيقول السيميلاريتي بتاعتهم their ability to move during contraction relaxation، حضرتك الميوسين ما بيتحركش، مستحيل. their presence in all type of muscles، مستحيل، لان السموث muscle مش موجوده. الability to transform transverse links، مستحيل، دي ايه؟ مايوسين only، مش هينفع. طب they consist of the same building unit، حضرتك البروتين بايه؟ امينو اسيد، صح. بس خلاص اتحلت. بعد كده بيقول لك the opposite figure illustrate الانتجريشن among all body muscles، يعني المسلز بتاعتي شغاله مع بعض on doing this physical activity. الفيزيكال اكتيفيتي اللي قدامك ده، دي حقيقه، ما دي السباحه. what are the results what are the muscles that mostly need energy to perform this activity؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا السباحة بتقوي عضلات الكتف والدراع، عشان كده يقول لك اللي هو بيلعب سباحة بتبقى انت عارف ان هو عريض من فوق من المسلز، فعشان كده اكتر واحدة هتبقى محتاجة اللي هو عمال يجدف بيها، فتبقى اكيد الارم والمسلز. بعد كده بيقول لك the opposite figure illustrate a part of the upper limb. ماشي، ما هو باين. what is the result of occurrence of this fracture؟ ايه النتيجة؟ يعني مش الكوز، هو هنا he didn't mean the cause، يعني ايه اللي خلاها تتكسر؟ انا مش عايزة كده، انا عايزة النتيجة، ايه اللي هيحصل؟ ممكن انا معرفش احرك ايدي اصلا، دراعي يعني من ناحية من تحت، بس خلينا نعرف ان مين اللي اتكسر اصلا. هنا ده الراديوس. طب انت عرفتي منين؟ عشان هنا ماسك في صباعك الصغير. طب ومين دي؟ يبقى دي القلنه اللي ماسكه في صباعك الكبير. فلو جه قال لك مثلا روتيت مش الراديوس اللي اتكسر، تمام. بيقول لك ان ability to move اللور ارم، دي حقيقه، ممكن يكون في مشكله، وممكن دي حقيقه مش هعرف احركها. ستوبنج ترانسميشن، لا الترانسميشن هيجي. تيرنج اوف التندون، لا هو ما جابليش مصل او اي حاجه اتقطعت، ده هي العظمه اللي اتكسرت. تيرنج الليجامنت اوف ذا جوينت، برضو ما فيش حاجه، ما هي زي القرد اهي، لا. بعد كده بيقول، بعد كده 19 بيقول لك what are the cells that provide البلانت with structural support؟ انهي من السيلز دول اللي ممكن تدي البلانت structural support and have an indirect role in maintaining physiological support؟
مين دي تعتبر؟ الكيوتين. انا بشرح الكيوتين لانها فيها structure support provide الابيديرمس بتاع الليف ب structure support. وبعد كده اصلا لما هنيجي نشرح الاميونيتي المناعه هنقول ان دي structural immunity بتبقى برضو موجوده فيها، بحيث ان هو ما فيش اي مكان فيه ميه او اي مكان فيه تجمعات ميه بيقولك بيكمكم زي الغسيل مثلا لو انت سبته في ميه او كده. فعشان كده لازم الحاجه ما تبقاش مبلوله، ما تبقاش متسابه مبلوله. فعشان كده هو الكيوتين الواكس لير دي مش بتخلي الميه تبقى موجوده عليها ريبلنت ليها فتمشي من عليها. فدي حاجه حلوه كمان اندايركت مينتيننج، لانه مش بيخلي ان انت ايه الميه ان انا ايه اقدر ان انا افقدها بسهوله. فعشان كده هو الكيوتين بيبقى موجود فين؟ بيوجد في ورقة الشجر اهي، الليف ابيديرمال سيلز. يبقى لا دي ولا دي ولا دي، تمام، كلهم اصلا ديد سيلز. بعد كده بيقول in front of you one of the human joints. طبيعي اللي هي الايه؟ الني joint اللي هي الركبة. if the ligament in this joint are replaced by tendon. لو انا شلت الليجامنت دي وحطيت مكانها تندون يبقى انا عندي مشكلة في الايه؟ في الدايركشن بتاع الموفمنت، صح؟ direction of الموفمنت عندي في مشكلة، دي حقيقة. what is the function that will not be performed؟ ايه اللي مش هيحصل؟ بيقول لك controlling direction of الجوينت، هي دي بالظبط، هي دي ability to move الجوينت هتمشي، بس هيبقى عندي مشكلة ان انا اكنترول الموفمنت بتاعتي. decreasing الفريكشن ملوش علاقة بالفريكشن اصلا، ده الكارتليج. growth of البونز ما انت مالكش علاقة اصلا، وانت جروث هرمون، تمام. بعد كده بيقول study the opposite graph اللي قدامك ده which illustrate for individual making a competition of ascending ladder. ascending يعني ايه؟ طلوع السلم، دي مسابقة طلوع السلم. في برج من الأبراج which consist of 5 floors، معمول من 5 أدوار several times and the concentration of lactic acid produced in البادي muscles. وconcentration التركيز بتاع اللاكتيك acid اللي موجود جوه المسلز دي، ده اللي محطوط على عندي في الاكس والواي اكسس. عندي كمان individuals which individual didn't perform needed exercises continuously before الكومبيتيشن. مين اكتر واحد ما عملش اصلا البتاع؟ اكيد ان اكتر واحد فاتيجد، اكتر واحد عنده لاكتيك اسيد، اكتر واحد ده بيموت سي ده. يبقى لو جينا عملناهم بالترتيب سي A B ودي، ده تلاقيه هو اللي فاز او ما تعبش بسهولة، تمام. يبقى هي هتبقى ايه؟ سي. بعد كده بيقول study the opposite graph that illustrate the amount of substance that are present in some plant cells that are the what are the cells that express the stone cells in the plant. حلو. الاماونت اوف سبستانس عندي والسيلز. اماونت اوف سبستانس عندي طبعا الالوان داخله في بعض حاجه فظيعه، بس اللي انا ملاحظاه ان هنا في سليلوز 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 سليلوز. بس ستون سيلز يبقى انا بدور على الليجنين، ماشي، او سوبرين، ما عنديش مشكله. ده هنا سيلوز بس فدي مستحيله. طب ده هنا هنا ده سيلوز و اسمه ايه ده وسوبرين. طب ينفع اصلا كستون سيلز اختار سوبرين ولا سوبرين دي كورك؟ صح، يبقى انا هدور على الليجنين. يبقى هي ايه؟ سيلوز وليجنين، يبقى هتبقى سي. ليه؟ عشان اللون الاخضر ده ليها واللون الازرق ده للسيلوز، تمام. يبقى هي سي. بعد كده بيقول what is the vital activity which suits الفانكشن بتاعة السكيليتال muscle in the human body. اني واحده من دول من الوظائف اللي قدامك دول ان انا يعني بيعملها اللي ممكن يحافظ عليها او يعملها السكيلتال ايه؟ ماسل. حلو قوي. بيقول لك الريب موفمنت ولا بوشنج البلاد فروم الهارت؟ دي طبعا لا، سموث ماسل موفز الفيتس فروم اليوترس فروم اليوترس تو الفاجينا. طبعا دي السموث ماسل. crunching and mixing الفود with digestive juices in the stomach. سموث ماسل مش تبعنا خالص، او تكون involuntary يعني انت دي مش بتاعتك اصلا. فما فيش عندي غير الريب موفمنت، هي فعلا skeletal muscle.
بعد كده بيقول لك study the opposite graph that illustrate the state of one sarcomere during its normal activity. يعني دي sarcomere وهي عادي normal. What is the scientific explanation for uncontrolling the direction of the movement? Uncontrolling the direction of movement يبقى I'm seeking for a ligament. حلو. of a joint whose movement is controlled by a muscle in which this sarcomere. فانا قدامي هنا ساركومير كان ريلاكس، بعد كده ايه كونتراكت عادي جدا. بس هو مشكلته انا شايفه ان هو بيقول ايه uncontrolling الدايركشن، يبقى هنا مشكله ليجامنت مش كونتراكشن اصلا. فهنا ممكن ايه اللي حصل في المصل دي، ان حصل ليجامنت تيرنج، ما عنديش اي مشكله، ملوش علاقه التندون ولا الفاتيج ولا السبازم. بدل قال الدايركشن، هو بس ضحك عليك ان هو حط لك صوره الكونتراكشن والريلاكسيشن. هو هنا هي مينز الدايركشن، دايركشن يبقى ليجامنت، ليجامنت دايركشن، دايركشن ليجامنت، يبقى انت بتقعد تدور على الدنيا ماشيه معاك ازاي. بعد كده بيقول the opposite figure illustrate الستراكشر بتاع الهيومن thoracic cage. هايل. What is the importance of presence of structure X that is present at the end of ribs؟ حلو. لما انا يكون عندي الكارتلج الموجود ده في الاند اوف الريبس، هل هيبقى عندي مشكله مثلا ان هيبقى فيه كروجن مثلا الريبس، وفي اصلا هنا اي احتكاك زي ما انت شايف، ولا ممكن يسهل لي الحركه بتاعتها؟ لان حركه الكارتلج بتكون اسهل بكتير من حركه البون. يبقى انت مش اي حاجه عليها كارتلج انت تيجي تقول لي بريفنت كروجن، صح؟ بس هنا ممكن اقول ايه helping الايه في الريبس موفمنت. فايبر جوينت طبعا دي مستحيل، دي مش سكال خالص يعني. فورمينج ساينوفيال جوينت طبعا مستحيل. تمام. فما فيش عندي اوبشن غير فعلا الموفمنت، ودي فعلا سهلت لي جامد. زي مثلا لما احنا كنا بنحل التفوق في اكزام 2، لما جه قال لك الاير الموفمنت بتاعت الكارتج بتاعتك دي هي دي اللي عملت لك ايه سهوله ان انت تسمع كويس. هنا موفمنت برضو دي عشان انت تعرف تعمل ريسبيريشن بتاعك، ها اللي هو الشهيق والزفير بتاعك. تمام. بعد كده بيقول the opposite figure illustrate the structure of the skeletal muscle. انت عندك الفيجر ده بيقول لك الستراكشر بتاع السكيلتال muscle. what is the most important characteristic of the structure number 1؟ ايه هو ايه اصلا structure number 1؟ انا شايفه اصلا muscle اهي، وبعد كده هو مشاور على البندل عزيزي، وبعد كده هو مشاور على المسل فايبر. ماشي، ده اللي انا شايفاه. لو طلع هنا حاجه من جوه يبقى هتكون ايه دي المايو فايبرل. حلو. فواحد the ability of the contract relax، ولا هنا عندي it's surrounded by membrane، ولا it contains more than one nucleus، ولا it consists of proteins. طبعا الكاركترستيك بتاعتي ان هي السكيليتال ماسل اصلا عندها more than one nucleus. تمام. في مليون حاجه عندها ممبرين بندل سيراوند بممبرين بريميزيوم، صح؟ طب ما هي ماسل فايما سيراوند بممبرين ساكوليما ability to contract to relax spontaneously. برضه حوار spontaneously دي بلا يعني مقلق منها. ماشي. consist of proteins، طب ما كلهم consist of proteins، ايه يعني بروتين فيلمنت. بس الكاركترستيك بتاعت السكيلتال ان هو عنده more than one nucleus multi nucleated tissue. بعد كده بيقول لك 27 study the opposite graph اللي قدامك ده which illustrate الكونسنتريشن بتاع اللاكتيك اسيد. يبقى هنا ده ايه؟ ده fatigued produced in the body muscles of 4 individuals which individual consumes بيستهلك the least amount of glycogen. مين اكتر واحد بيستهلك اقل جلايكوجين؟ يبقى اكتر واحد عنده لاكتيك اسيد قليل. اكتر واحد عنده لاكتيك اسيد عالي يبقى ده ايه؟ عنده جلايكوجين، ها، عنده جلايكوجين ايه؟ قليل. تمام. عشان ايه؟ استهلك كتير. اما هنا هو بيقول لك مين اكتر واحد بيستهلك قليل. يستهلك قليل يبقى اكيد اقل واحد عنده لاكتيك اسيد قليل، اتحرق منه الجلايكوجين الستورد جلوكوز يعني، فهتبقى ال. فاهمين؟ ولو بالترتيب قلنا الاقل واحد مثلا ال هنا، بعد كده عندي الواي، بعد كده الاكس، بعد كده الايه الزد. بعد كده بيقول لك study the opposite figure which illustrate the structure of the last thoracic vertebra.
دي last thoracic vertebra اللي هي رقم 12. then determine what is the results of absence of number 2. حلو. واحد ده هو السنترم، عندي الاتنين دي هي الترانسفيرس بروسيس، عندي 3 دي اللي هي anterior articulating process، ودي هنا posterior articulating process، هنا neural spine، وهنا عندي neural space او canal. صح؟ ايه اللي هيحصل لو transverse process اختفت؟ انا مش هقدر امسك في الريبس. مش احنا واخدين قبل كده ان الريبس تمشي كده، بتمسك بالليجامنت، بتمسك في transverse process والسنترم. ما يبقاش عندي دي مصيبه. disturbance من articulating of second floating rib. طبعا اي ريب قدامي، اي ريب قدامي ماشي، بس خلي بالي ثانيه واحده. هو هنا اي لاست thoracic vertebra يعني رقم 12 اللي هو بيمسك في الايه، في السكند فلوتنج ريب. لان ممكن يكون يجيب لك ريب فانت تجيب لك مثلا رقم 1 فانت تروح مختارها، تبقى حمار، لان هنا كده لخبطك، جاب لك كل الريبس وانت كده محتاج تختار الريب اللي هو ايه السكند فلوتنج او اللي هو رقم 12، ريب رقم ايه 12. حلو حلو. بعد كده بيقول لو جينا احنا بعد كده عندي disturbance، فميجي هنا يقول لك disturbance في الارتكوليشن with الفيرست lumbar vertebra. ملهاش علاقة اصلا، هو الارتكوليشن هنا اصلا بيكون ايه على anterior او posterior articulating process. تمام. inability to protect the spinal cord ملهاش علاقة. تمام. inability to articulate with number 18، ما هو برضو number 18 تبقى يبقى انت you are seeking for anterior articulating process او posterior articulating process. لا ماشي. بعد كده بيقولك فيجر، نفس الفيجر احنا خدناه بس اكيد في اسئله ثانيه. بيقول if the structure x and y، عشان بس الاسئله بتتكرر، are composed of the same type of tissue. ماشي، يبقى ده مثلا بون وده هنا بون. in the human skeletal system and the structure Z connect between them. Z ده اللي بيكون what is the effect of absence of ال Y. حلو. برضو يبقى ده هنا الليجامنت، والال ده واي بقول لك لا سوري انا اسفه، ال بيقول لك الموفمنت بتاعه الواي ستوبس ولا الموفمنت اوف الواي از نوت لا از نوت كنترول ديو الليجامنت. كروجن اوف البارت اكس، طب وليه ما بقاش الواي هو كمان؟ صح. the fatigue of the substance Z، لا طبعا. يبقى هي مين الموفمنت بتاع الواي ستوبس؟ ليه؟ لان احنا قلنا ان ال دي كانت جوينت، فحضرتك الجوينت اللي بتوين التو بونز ده لو هو مش موجود مفيش حركة اصلا. صح. بعد كده بيقول rise is a term composed of abbreviation، يعني abbreviation يعني اختصار rest ice compression and elevation. rest يعني ترتاح، ice يعني هتجيب تلج، compression هتضغط عليه، elevation ترفع بيه رجلك. دي حاجات احنا بنستخدمها عشان نعالج المصل فاتيج، ويمكن انت بتشوفها كمان في الملاعب وانت بتلعب الكورة او بتتفرج على الكورة. what is the effect of rest on الفاتيجد muscle؟ لو انا عملت ريست على الفاتيج muscle ايه اللي هيحصل؟ طبعا اللاكتيك اسيد هيروح والمصل دي هتفك عادي. decrease الجلايكوجين ليفل في المصل، ليه؟ ما هي مش شغاله اصلا، يعني ايه اللي يخليها decrease؟ increase الليفل اوف الاستايل كولين، لا ما لهاش علاقه. انا مش عايزه اعمل انا عايزه اعمل لها ريلاكس خلاص بقى، ان انا عايزه اشيل اللاكتيك اسيد. تمام. increase الليفل اوف كولينستريز برضو لا ما لهاش علاقه. decrease اللاكتيك اسيد ليفل in muscle and I'm seeking for that، ان انا ارجع البي اتش تاني زي ما كان، لان البي اتش هنا قليل بسبب اللاكتيك اسيد. بعد كده بيقول لك 31 study the opposite figure then deduce what is the consequence، ايه هي التتابعات of changing in nasal septum بون اللي انت شايفه قدامك ده من اكس لواي. طبعا طول ما الحاجه ستريت، طول ما الاير هيقدر ان هو يدخل بسهوله ويعدي، اما هنا في هنا الاير اوبستراكشن هيكون عالي جدا، دي هنا اوبستراكت، والبريذنج هيكون صعب. يقول لك فريكشن ملهاش علاقه. arrival of الهاي O2 to اللنج، اكيد لا، ما انا دلوقتي عندي مشكله في البريذنج اصلا، فازاي هدخل اكسجين كتير؟ breathing difficulty، طبعا عندي مشكله في التنفس. complete blockage، لا مش complete blockage، لان في هنا air لسه بيدخل.
بعد كده 32 بيقول لك the opposite table illustrate ال connection of concentration of three substance. يعني عندي ثلاث حاجات تركيزها موجود في السكيليتال ماسل of a person suffering from muscle fatigue. person عنده شد عضلي. جلوكوز ليفل انا شايفه ان هو نورمال 90 وهو من 80 ل 120 فده نورمال. اي تي بي من 50 ل 90 وهي 60 يبقى نورمال. جلايكوجين من 55. فطبعا انا شايفه الحاجات دي كلها نورمال. فممكن يكون الماسل سبازم ده بسبب incorrect nerve impulse. مش دي كانت من ضمن الكوزز بتاعه الماسل سبازم. فبيقول لك what is the reason for this muscle spasm. مش هقول ان انا عندي مشكله في الجلوكوز او الاي تي بي او الجلايكوجين، انا عندي مشكله في النيرف امبلس اللي واصله له. وفي حاجه جديده هناخدها في شابتر 2 هنعملها في الهرمونز برضو، حد فيهم برضو ممكن يعمل لي muscle spasm. فبيقول no exit of neurotransmitter لا. high increase في اللاكتيك اسيد لا. الجلايكوجين تمام. disturbance في النيرف امبلس ده ممكن يعمل لي muscle spasm. rapid consumption of الجلايكوجين ما هو زي القرد اهو قدامك مفيش حاجه. فعادي انت ممكن انت يديك حاجات ارقام، ودي جت في امتحان اخر السنه الدور الاول ده 22 يديك ارقام كويسه وكل حاجه ويبقى هو قصده حاجه تانية. بعد كده 33 بيقول study the drawing. بيقول study the drawing in front of you then determine what is the similarity between structure X and structure Y. structure Y ده هنا مايوسين عادي جدا، بس هنا قصده ممكن ال H zone تمام او السيميلايد اريا يعني باند، وهنا ده الاكتين او الاي باند. حلو. هل الفرق ما بين similarity؟ فهنا نقول ability of movement. طب building unit formation of transverse links دي مش موجودة هنا، بس الاتنين بروتين. الاتنين building unit بتاعتهم زي ما انت اخدت في اولى امينو اسيدز ولسه هناخدها السنة دي تمام. بعد كده بيقول the opposite figure shows a living cell in plant root. حلو. which area of this cell contain physiological support only. أني واحدة من دول عندهم physiological support بس. كاسبيريان ستريب made of sovereign. يعني مثلا الحتة دي عندها ووتر والحتة دي تقدر تدخل فيها ووتر، بس دي impermeable. دي impermeable خالص ماشي. في اي حته يعني كل حته في السيل ما عدا الحته بتاعت الكاسبيريان او ذا سيل اكسبت الايه الكاسبيريان ستريب واضحه. بعد كده بيقول لك ايه which of the following muscles have the least number of contractions through 1 year. انهي واحده من الماسلز دول عندهم اقل رقم من الايه من الكونتراكشن. بيقول لك اليوتراين ماسلز اوف pregnant woman طبعا، ودي هتشوفها في شابتر 3 ان انا هنا لو واحده حامل فانا اليوتراين ماسلز بتاعتها مش هتحصل لها كونتراكشن كتير الا وهي بتسقط او بتولد صح، لان البروجسترون عندي عالي والاكسيتوسين قليل وهكذا، يعني دي هناخدها قدام تمام. فهي دي مش محتاجه اكمل. الادلت جير ما هي بيجي لها البيريد، بيجي لها منسترويشن كل شهر تمام. في الكونتراكشن عندها لا بيبقى موجود طول السنه عادي. النانري بلادر اللي هي على طول في كونتراكتد اصلا. جاستونيميس ماسل وانت قاعد دلوقتي اصلا كونتراكتد، فلا مش هينفع. يمكن انت هتفهم السؤال ده قدام شويه. بعد كده بيقول لك 36 study the figure in front of you then answer what is the similarity between figure 1 and figure 2. figure 1 بيطالع منه الكولين استريز انزيم او عموما يعني او مش موجود يعني، واسيتايل كولين هنا ده كونتراكشن وده هنا ايه ريلاكس تمام. بيقول لك distance between similarity distance between الاكتين والاكتين فيلامنت هنا وهنا ده similarity هتنفع اكيد لا. طيب اللينس بتاع الميوسين فيلامنت طب ما الاتنين اكيد اللينس بتاعتهم واحد. هي اللينس بيتغير صح بيتغيرش، بس الديستانس هي بتتغير. اللينس اوف الماسل فايبر لا طبعا متغيره. كونكشن اوف ترانسفيرس لينكس ويز الاكتين فيلامنت لا هتكون في الايه في ال اسمه ايه ده في الكونتراكتد بس صح.
بعد كده 37 بيقول لك study the opposite drawing that shows the effect of light on الاوبننج والكلوزنج بتاع الاستوماتا اللي انت اخدتها في تانية in البلانت ليف. what can be deduced؟ انت هتعمل ايه؟ شايف ايه؟ الجارد سيلز، تو جارد سيلز، الاوبننج ده باين ان هو اوبننج فعلا، وات النايت في الكلوزنج. يبقى طبعا اللوز بيكون الصبح، والمينتيننج او ان انا مش بقدر اعمل لوز بالليل لان قفل. زي ما احنا كنا بنقول ان الاستوماتا بتبقى ايه؟ ايديها فرطة، فاول ما بيبقى معاها مية ما بتصدق انها تلوز ات. طيب لو ابتدى يقل او بتخاف على المية امتى؟ لما تقفلها. عشان كده انت شايف ان الساب فاكيول راح قلل. ماشي، ده اللي انا اكتشفته. فيقول لك structure support increase at night ملهاش علاقة. الجارد سيل lose their physiological support في at night. طب ما هو فعلا ده اللي حاصل، صح؟ اللايت has an effect on both structure، لا structure لا physiological اه. الجارد سيلز lose their structure support، لا مستحيل. ماشي. بعد كده السؤال ده حلو، بيقول the following drawing illustrate النورمال بوزيشن بتاع الهيد. عندي سكال والباك نيك ماسلز وعندي cervical vertebra. حلو، الباك نيك ماسلز اللي انا عندي الماسلز بتاعه الظهر، سوري بتاعه القفا يعني، او الظهر، اي الباك بتاعك الرقبه. وعندي cervical vertebra. what happens in case of non decomposition of الاسيتايل كولين in the shown muscle؟ يعني ما حصلش decomposition، يعني ايه؟ ما تكسرش الاسيتايل كولين في المصل اللي قدامك دي. يعني ايه اللي هيحصل؟ هيبقى على طول contracted. ماشي، حلو. هل زي ما انت شايف كده، اولا يعني هي مش هتقدر تعمل ايه قدام او ورا او جنب والشمال، هو عايز الحركات دي. حلو قوي. الحركات دي هشوفها ازاي؟ انا دلوقتي لما بيقولك non decomposition فهتفضل contracted. يعني معنى كده ان انت لما العضلة الباك نيك دي بتكون contracted، انت كأنك مرجع راسك لورا، هي بتبقى مشدودة. زي مين؟ زي دي، صح؟ زي دي. بس انت مينفعش تختار دي ولا دي ولا دي، تمام؟ فما فيش قدامك غير دي، صح؟ هترجعها لورا، تبقى مشدودة. بعد كده بيقول study the opposite figure which illustrate one of the joint in the human body. الجوينت ده اللي هو الايه؟ الالبو joint. Then determine what is the expected result of losing elasticity in muscle 6. losing elasticity في muscle 6. طبعا losing elasticity هتؤدي ان انا ممكن اقطع التندون، ممكن tearing of التندون او tearing of المصل. تمام، بس خليني ابقى عارفة ان دي مصل، وان ده هو الليجامنت بتاعي، وان دي هي القلنة، وان ده هنا الكارتلج، وده هنا ساينوفيال فلويد هنا، وده تندون. فما يجي يقول لي تيرنج اوف 4 بعيدة قوي، تيرنج اوف 5 ممكن عشان العضلة عندي مش الاستيك فتقطع لي مين؟ التندون. بعد كده بيقول لك the opposite figure represent two processes occurred in the skeletal muscle at the same moment. What is the consequence of that؟ مرة واحدة حصل الأستال كوين والكوليستريز، يعني مرة واحدة contract and relax. ايه اللي هيحصل حضرتك؟ muscle spasm، incorrect nerve impulse، خلاص sudden muscle spasm. ماشي، لا muscle contraction ولا fatigue ولا relax. تمام، هي مش عارفة اعمل ايه بالظبط كده. بعد كده بيقول what is the consequence of a decrease in the rate of water absorption in الميموزا plant؟ اللي هيحصل بعد كده الكونسيكونس في حصل decrease في الريت بتاع الابسوربشن. حلو قوي. يعني معنى كده الميموزا دي ممكن ايه؟ ممكن تموت او ممكن ما يوصلهاش ميه. بس هي الميموزا ما يوصلهاش ميه كانها هتعمل كانها انت مسكتها، كانها وقعت لتحت دروبنج مثلا. فانكريز الريت اوف ترانسبيريشن ازاي؟ اصلا ما عنديش اصلا ميه. decrease the salt concentration in the leaves cell، بالعكس هكون concentrated لان هي محتاجه ميه. تمام. روت هيدروتروبيزم، ده يا ريت مفيش غير دروبينج اتس ليفز، كانها ايه؟ دروبينج كانها واقعه او كانها ايه؟ ويلتد.
بعد كده بيقول لك a person felt a fatigue in the gastrocnemius muscle، حس بتعب في السمانة بتاعته although he sat down and didn't move for a long period of time. What is the scientific explanation for this؟ هو قاعد ما عملش اي حاجة. ايه الفرق بينك وبين عضلات استاذ بيج رومي؟ ايه الفرق؟ الفرق طبعا هو قاعد سنين يتدرب، فاللومن بتاع الارتري بتاعه عالي جدا او كبير جدا، فداخل له اكسجين كتير، يعني اللي هو بلد، فالبلد بيكون شايل اكسجين، فعشان كده مش بيحصل له فتيج بسرعه. انت حضرتك يعني دلوقتي انا قاعده والله رجلي وجعاني ليه؟ عشان هو الحوار ده، ان احنا الارتري بتاعتنا صغير، يمكن اصغر كمان من دي، فالبلاد داخل قليل، فعشان كده بيحصل فتيج ده على طول، لان ما عنديش اكسجين كتير، مفيش بلاد يبقى مفيش اكسجين. تمام، بالممارسه وبالتدريب الموضوع هيكون احسن. عشان كده بقول لك نارو الارتري سبلاي ذس ماسل، ده طبعا عشان كده يخليه فتيجد، مفيش اكسجين. arrive a wrong impulse، ده هيعمل اسباز. ديكريز الكالسيوم في المصل، ده يعني ما بيحصلش، بس يعني ده يعمل كونتراكت بس، يعني ما يعملش، سوري، ما يعملش كونتراكت اصلا، يعني ما فيش كالسيوم. absence of الكولينستريز انزيم، يعني هي هتعمل برضو سبازم. تمام، فلا دي مش معانا. بعد كده بيقول لك هنا the opposite figure represent one of the skeletal myofiber، من غير ما تحلف باين. what is the number of the complete light band that appear in the figure؟ complete light band، هنا اللايت باند يبقى لازم على الطرفين، ادي 1 2 3 4 5 في الطرفين، لو ما فيش هنا حتة تكملة يبقى دي هتتحسب كأنها 1. بعد كده بيقول the opposite figure illustrate some cells of the pear fruit، اللي هي الايه، الكمثرى. which of the following describe the cells of this pear fruit؟ بعد كده بيقول fruit to which number 1 and 2 refer. طبعا 1 اكيد تبقى ايه، سكارنكايما. ليه؟ لانها ما فين النيوكليس حضرتك، ما فيش اي نيوكليس، فهي ديد سيل بالنسبه لي. طب هنا انا شايفه هنا اهي نيوكليس، وشايفه هنا في برضو في سبيس ومش ثيكند قوي بالسيلولوز، فدي هتبقى ايه، بارانكايما. حلو. بيقول ده الفرق ما بينهم بقى. describe the two cells 1 and 2 can the two cells 1 and 2 can't lose their physical support their support. طبعا البارنكيما هتقدر تلوز عادي يعني. the cell 1 supported with water and cell 2 supported with solid substance. ايه ده، عرفت منين؟ ايوه هي دي صح. بعد كده بيقول لك the opposite figure illustrate one of the muscle fibers، باين. and what does this figure indicate؟ انا شايفه ان هو positive جوه، يعني ده contracted، او زي ما بيقولوا كده في depolarization state. وعندي التندون ده مقطوع، بدل التندون ده مقطوع هيحصل هنا contraction عادي جدا، ولكن it didn't pull البون بتاعي. ازاي؟ لان هي بعيده مقطوعه، فالمسل كونتراكتد بس مش عارفه تشد، فالتندون مهم قوي ان هو يشد. فيقول لك contraction with no movement takes place، دي حقيقه. طب كنت ريلاكس، لا. بولاريزيشن، لا. طب contract with occurrence of normal movement، مستحيل normal movement عشان التندون مقطوع. بعد كده بيقول لك study the opposite figure that illustrate one of the human body joint. هايل. then deduce what is the expected result of the absence of substance 2. محتاجين نعرف اللي موجود اصلا على الفيجر. 4 دي هي الليجامنت، لاننا between two bone. طب ده مين؟ ده هنا ما ده الالنا، مش اي حاجه. ده هنا مشاور على الكارتليج، ودي هنا مشاور على الساينوفيال فلويد او الجوينت شخصيا يعني. هنا 5 ده التندون، والمصل هي 6. بيقولك absence of 2 سواء الجوينت او الساينوفيال فلويد، difficulty of movement of the joint. دي حقيقة، يعني ايه ساينوفيال جوينت مش موجود؟ تمام، كل الفانكشن بتاعته مش هتبقى سهلة، مش هتبقى موجودة عندي. تمام. thickness of one increase، اكيد لا. joint become immovable، هو هيتحرك بس بصعوبة، في ألم، في pain. the movement of a joint isn't affected، طبعا هتأفكت. بعد كده بيقول which of the following describes the changes that may occur in the arm muscle of a person carrying a heavy bag and climbing the stairs. heavy و climbing the stairs، ممكن الراجل ده يحصل له ايه؟ يحصل له fatigue. هايل.
بيقولك increase ال ATP amount in the muscle cell، ده مستحيل، فده هنا بالنسبة لي مستحيل. decreasing ال glycogen amount that is stored in the muscle، ها طبعا. ليه؟ لان انا هحتاجه، لان هنا هيحصل ايه؟ هيحصل fatigue، فيحصل anaerobic respiration. anaerobic respiration يبقى بيشتغل على الجلايكوجين اللي هو الستورد جلوكوز في المصل، فيحرقه فيديني 2 ATP يا عزيزي. بعد كده بيقول لك decreasing الكالسيوم ions that are required for formation of transverse links. لما اقلل الكالسيوم ions المهمه بالنسبه لي عشان تقلل، عشان تعمل الايه الترانسفيرس لينكس، ما يعني ملهاش علاقه. تمام. decrease the amount of الكيميكال neurotransmitters، مش ده اللي يعمله، مش ده اللي يعمله الفتيج. بعد كده بيقول what is the result of non deposition، يعني ما حطيتش كيوتين في الابيديرمس، صح كده؟ يبقى مش هيبقى فيه physiological support ولا structural support، والبلانت loses water. وممكن يحصل ايه كمان؟ البكتيريا والميكروبس هتدخل، لان انا هنا عندي مين؟ ده لسه في شابتر 4. the plant loses its hardness والturgidity، ملهاش علاقة بالكيوتين. protecting the plant from microbial invasion، ازاي protecting وبقوله non deposition. the plant acquires physiological support، فانا عندي plant acquires physiological support، طبعا ده مستحيل. with the plant cells lose their tension، yes هي دي. والتنشن قصده ان هو ال مش هقول الرونق على قد ما هي مش هتبقى شرينك، هتبقى متنشنة. بعد كده اخر حاجة بيقول in front of you the three figures of the muscles during an activity. What is the reason for unchange of the muscle state in the period من B ل C؟ يعني ده كان relax، وده contract، وده ايه؟ وده contract. هايل، ماشي. يعني فضلت كده في سبازم، يبقى الفترة دي ايه؟ سبازم. ليه؟ بيقول لك separation of a transverse length. طب ما هي separation لو كانت none كنت اخترتها، بس separation يعني كده relax. accumulation of lactic acid، accumulation of lactic acid ده fatigue، لو ما لقيتش غيرها خلاص، بس الفاتيج بيحصل له relax، فلا. increasing ال production of ال ATP molecule، ده ما كانش عمل كل ده. no sufficient amount of oxygen reaches المصل، دي حقيقة ان انا ما عنديش اكسجين كتير، فهنا هيحصل انها ما مش هتيجي مثلا انها تقدر انها تعمل لي اي تي بي كويسه، او ان انا اقدر ان انا افك اللي هي الكونكشنز، فهتفضل كونتراكت وهتفضل سباس. كده احنا خلصنا المعاصر يونت 1 كله، حتى بأسئلة الوزارة. أسئلة الوزارة هنا 23 experimental، أكيد في 23 دول أول دول تاني، و24 دول أول ودور تاني. يمكن هنحلهم في المراجعات النهائية بإذن الله، وبالنجاح والتوفيق ليكم جميعا ان شاء الله. هنبتدي من الفيديوز اللي جايه شابتر 2. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، وكمان لو الفيديو عجبكم ابعتوه لاصحابكم، وظبطوا دنيتكم، شوفوا المراكم يلحق يظبط دنيته. لو عندكم اي اسئله ابعتولنا على الواتساب جروب. في نفس الوقت ما تنسوش البايو. بس كده، وميرسي لو انتوا وصلتوا لحد الاخر.